رجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين مرة ثانية نتكلم في تفاصيل محور حلقتنا لهذا اليوم، مثل ما ذكرنا عن خطط مديرية المرور العامة وشلون ممكن نساهم في دعم جهودهم، شلون ممكن نحقق انسيابية في الحركة المرورية وأيضا تسهيل وطرق أكثر أمان. أكيد ويانا حاضر في الاستوديو سيادة العقيد الحقوقي حيدر شاكر، مدير قسم الإعلام والعلاقات في مديرية المرور العامة. صباح الخير سيادة العقيد. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم قناتكم الكريمه وجميع متابعيكم الاعزاء، شكرا جزيلا. جدا سعداء بوجودك اكيد سياده العقيد. بدايه شلون ممكن نقيم واقع حركه المرور اليوم في المدن العراقيه؟ يعني دائما احنا في مديريه المرور العامه تشهد عندنا فتره الذروه اللي يسموها عندنا، الفتره الصباحيه من الساعه 7 للساعه 9 تكون اغلب شوارعنا الرئيسيه تشهد كثافات مروريه. هذه الكثافات نقدر احنا بدورنا كمواطنين وكرجال المرور، رجل المرور منتشر من الصباح الباكر في سحب هذه الكثافات وتحقيق اعلى انسيابيه، حتى الكوادر الاداريه تشارك في هذه الذروات الصباحيه. لكن احنا بدور المواطن يجب عليه انه يلتزم بالتعليمات والقوانين المروريه حتى يساعد اخواننا رجال المرور في عملهم، وانه يساعدهم في إقامة الخدمة لمواطننا الكريم بالشكل الأمثل. كل ما تكون هناك انسيابية في حركة السير والمرور أكيد راح توصل إلى دارتك بسلام، توصل بكير مثل ما نقول، وما عندك أي مشاكل، ما عندك نرفزة من الطريق، وبالتالي فهو التزام. إذا التزم الجميع بالتعليمات والقوانين المرورية أكيد نحقق الانسيابية المرجوة في حركة السير والمرور. يعني استاذ، التحديات اللي يواجهها رجل المرور بالإشارات المرورية اللي هي بالضبط يعني شلون تكون؟ يعني اريد نعرف التحديات اللي يواجهها الرجل. يعني دائما احنا في مديرية المرور العامة عندنا تحديات مع تطبيق القانون. يعني انت كل ما تريد تطبق القانون انه تطبق التعليمات على كل سائقين المركبات، بعض سائقين المركبات يتذمر من هذه التعليمات والقوانين المرورية. دائما احنا نحاول جهد امكاننا نكون نبتعد عن الصدام باستخدام التكنولوجيا الحديثه، باستخدام الكاميرات الذكيه، بهذه الامور اللي تراقب حركه السير والمرور بشكل عام في شوارع العاصمه بغداد وبقيه المحافظات. هذه الامور اللي تمنع مثل ما نقول الاحتكاك ما بين رجل المرور وسائق المركبه، انه سائق المركبه يكون مراقب الكترونيا لكل تصرفاته اللي يجريها على مركبته بشوارعنا، وبالتالي هنا نحقق احنا الخدمه المرجوه لكل سائقين المركبات بدون استثناء. دائما احنا نقول لاخواننا سائقين المركبات هو السياقه هي فن وذوق واخلاق. اذا التزمت بكل التعليمات والقوانين المروريه اكيد راح تحافظ على نفسك وتحافظ على مستخدمي الطريق اللي وياك، وهذا اللي ترجوه مديريه المرور العام. نعم اكيد. زين، ممكن نعرف شلون هل اكو بعض الخطط وهل يتم تنفيذها حاليا او مستقبلا لتخفيف هذه ساعات الذروه، تخفيف الازدحام اللي يصير في ساعات الذروه؟ يعني عده امور تساعد في مثل ما نقول في تخفيف من حده الزحامات المروريه في ساعات الذروه، اللي هي من استخدامنا للتكنولوجيا الحديثه. هذا كلش مهم. يعني المرور الذكي اذا تم تطبيقه بكل شوارع العاصمه بغداد وبقيه المحافظات اكيد راح يسحب عندنا مجموعه من الكثافات المروريه، وتكون حركه الانسيابيه اكثر انسيابيه من بقيه من بقيه الايام. هنا وحده. اثنين، اذا تساعدت معنا بعض الوزارات يعني والدوائر المعنيه السانده لعمل مديريه المرور العامه. يعني مثلا احنا عندنا وزاره النقل في شيء مهم، يعني في النقل تفعيل النقل الجماعي، عندنا تفعيل النقل النهري. ممكن انه احنا عندنا مثلا فتح شوارع جديده، توسعه من العاصمه بغداد، محيط العاصمه بغداد اذا توسعت، اذا تم نقل مجموعه من الدوائر من سنتر بغداد الى اطراف بغداد، هنا كذلك راح تحقق عندنا انسيابيه. بدل ما يكون دائما الاكتظاظ في سنتر بغداد راح يذهب لخارج العاصمه بغداد، وبالتالي تحقق عندنا الانسيابيه. يعني مثل ما نقول الزخم يبدي يتلاشى شيئا فشيئا. مشاريع فك الاختناقات المروريه اللي اكو كم مشروع بعد لحد هذه اللحظه ممكن انه اذا تم اكيد يحقق لنا انسيابيه مرجوه في حركه السير والمرور.
عده امور تساعد حقيقه عمل مديريه المرور العامه في انجاز واجباتها وتقديم الخدمه الافضل لسائقنا الكريم. يعني استاذ اكو سؤال، يعني انا دومي افكر، يعني هسه نشوف احنا المشاريع اللي اشتغلت، وهوايه مشاريع انفتحت، هواي جسور انفتحت. نعم. صح، دا يصير الزخم دا ينفتح بهذا المكان، بس دا يتجه الزخم الى غير مكان، يعني دا يعبر الزخم دا يصير غير مكان. هل هو دوركم بتبليغ وتنطون مخطط لهذا الموضوع؟ لا، شوف احنا كل شيء مرتبط بشيء. يعني اليوم انا مثلا تقاطع معين بنيت بيه جسر، هذا التقاطع يتكون من 4 اتجاهات. ممكن احد الاجزاء يتضرر، لكن 3 اتجاهات انفتحت عندي، ما عندي به المشكله. صح. ولذلك احنا دائما في مديريه المرور العامه عندنا احنا اذا انفتح عندي شارع فرعي يعني يفرق عندي في حركه السير والمرور. دائما احنا نقول بناء الجسر، بناء الانفاق، بناء حوليات حول العاصمه بغداد، كل هذه الامور، يعني مترو بغداد، هذه الامور كلها تساعد في تخفيف حده الزخم الموجود. سابقا كان عندي عقد مروريه، لكن عندما تم بناء جسور وانفاق، لا هنا عندي بعض المناطق حققت الانسيابيه المرجوه من هذه الجسور. لكن نحتاج بعد، عندنا كثافه بعدد المركبات، لكن قله في عدد شوارعنا. نحتاج ادامه لبعض الشوارع، ادامه مستمره، نحتاج تاثيث بالعلامات المروريه والارشاديه وكل هذه الامور اللي تساعد السائق في قياده مركبته بالشكل الصحيح والسليم ويبتعد عن المخالفه المروريه. هنا دور المواطن كذلك مهم جدا، يعني يقع عليه تقريبا 50% على اخواننا من سائقين المركبات التزامهم. عمل مشترك طبعا. نعم. هنا التزامك بالتعليمات، ابتعادك عن الوقوف بالشوارع الرئيسيه. يعني انت دائما نقول عندنا سائق ثاني في بعض الاحيان يقول لك انا دقيقه هي وما يدري هاي الدقيقه سببت كثافات جدا عاليه لاخواننا مستخدمي الطريق. عندنا عده امور، يعني دائما احنا نوجه بالاعلام ونحكي ونقول سيد مدير المرور العام دائما شوفه خلال جولاته 24 ساعه الرجل صباح مساء يوجه سائقين المركبات. عندنا عده اجراءات حقيقه، التوعيه مستمره، لكن احنا قلنا يجب على كل افراد المجتمع، كل سائقين المركبات، ان كان مؤسسات حكوميه، ان كانت مجتمع مدني، ان كان المواطن دوره، ان كان الاعلام نفسه، انه يساهم في توعيه اخواننا سائقين المركبات بعدم ارتكابهم للمخالفات المروريه. نعم، السؤال التالي مثل ما ذكرت حضرتك، ممكن توجد بعض الظروف او بعض الحوادث تصير يعني يرتكبها سائق المركبه، نقول يعني حاله اضطراريه، صارت وقف سايد ثاني او بعض الحالات تصير في اوقات الذروه، شلون يتم التعامل وياها؟ شلون يتم احتساب المخالفه؟ خلينا نقول يعني احنا دائما بدايتها او مثل ما نقول احنا هم مديريه المرور العامه هو ازاله المخالف عن الطريق. لكن اذا اصر على ارتكابه للمخالفه المروريه، هنا احنا عندنا قانون مرور رقم 8 سنه 2019 حدد العلاقه ما بين رجل المرور وبين سائقين المركبات. عندي مجموعه من الغرامات المروريه تفرض على المخالفين بشكل عام. عندي الكاميرات الذكيه اللي تراقب حركه السير والمرور وتلتقط المخالفات المروريه اللي ترتكب من بعض سائقين المركبات. فاكو بالبدايه اكيد النصح والارشاد لسائقين المركبات، لكن اذا اصر على ارتكاب المخالفه وما زال مخالفته، يعني مثلا عايف سيارته بالشارع ونازل منها وما يندل اصلا، ما تندل وين. فهنا انت كدوري انا كرجل مرور يجب اتخاذ اجراء قانوني فوري بحق صاحب هذه المخالفه. ممكن في بعض الاحيان انه اذا موجود بالمركبه ابتعد اخي الكريم، اذا اصر انه بوقوفه وما ابتعد، لا هنا انا دوري اخذ كرجل مرور لازم اخذ اجراء. وبالتالي فرجل المرور ينفذ القانون، هو الواجهه الاولى لتنفيذ القانون، وعلى جميع انه يلتزمون بالتعليمات والارشادات المروريه. هذا شيء جبري مو شيء طوعي، يعني انت تلتزم بالتعليمات المروريه مو طوعا، انت مو كيفك انه انت تلتزم او ما تلتزم، يجب عليك الالتزام بالتعليمات والقوانين المروريه حتى نحقق الخدمه المرجوه من هذا الموضوع. يعني من مديريه المرور العامه انت من تساعد في تقديم يعني مثل ما نقول ابتعادك عن المخالفات المروريه، اكيد مديريه المرور العامه حتقدم لك خدمات افضل واحسن في شارع، في مواقع التسجيل، كل هذه الامور
المهمه حقيقه اللي تقدمها مديريه المرور العامه. نعم، إذا نقدر نقول أنه ممكن يساعد الشخص سائق المركبة أنه يبتعد عن المخالفة، يجوز هو ما يدري بها أو يعني غير واعي أنه دا يرتكب مخالفة، طبعا يساعده أنه يتجنبها. طبعا انه أكيد. لازم يتجنب المخالفه المروريه حتى مثل ما نقول الكل يستفاد من هذا الموضوع. نعم. يعني انت شوارعنا ما تتحمل المخالفات المروريه. نعم، اذا بدينا نرتكب مخالفات مروريه بالتالي راح تاثر على كل سائقين مركبات ويصير نعم. هناك فوضى في حركه السير والمرور. نعم. واحنا ما نقبل بهذا الشيء جداً اكيد صحيح. كمديريه مرور بهذا الموضوع. وتوجيهات كانت واضحه بهذا الخصوص. مديريه المرور العامه في الاونه الاخيره يعني السنه اللي فاتت وحاليا اتجهت اتجاهات جدا متطوره في عمل هذه المديريه. بعد ما كنا سابقا نشوف طوابير من الازدحامات وطوابير منها، لا هسه حاليا بدينا تشاهدون رجل المرور من تطلع من بيتك لحد ما تدخل دائرتك انه رجل المرور وياك، تشوفه بالشارع منتشر. تنظيم حركه السير والمرور كذلك في مواقع التسجيل. نعم. عندنا شفتيا صباحي مسائي من الساعه 7 للساعه 8. هذه كلها خدمات تقدم لاخواننا المواطنين يجب ان تقابل من سائقنا ومن كل المواطنين بالاحترام، وبالتالي بالتعليمات التزامه بالتعليمات المروريه حتى نحافظ على اعطاء للخدمات اللي هو يرجوها من مديريه المرور العام. صراحه استاذ واحد يشهد يعني كرجل المرور بالشارع، كان بالشتاء بالمطر. نعم. فهو واقف بنص الإشارة المرور يعني بده يمشي، وكان بالصيف هم بالحار، ويعني وهو واقف ومستمر. واحد يشهد بهذا الموضوع بين هم يعني صدق من البيت للعمل هم موجودين منتشرين بكل الشارع. الله بس عندنا شيء بسيط على الإعلام. نعم. حتى نوعي الشعب. نعم. نوعي السائق المركبة. نعم. مثلا كإشارة المرور جهة الأيمن اللي هو جهة المفتوحة للوقوف اللي يوقفون هناك، السايد الثاني ولا يمكن حتى اكو السايد الثالث، او الوقوف القراج عدل السيارة. يعني هاي هل اكو افلام اكو توعية بهذا الموضوع؟ طبعا كقسم العلاقات والاعلام وشعب العلاقات والاعلام احنا يوميا تقريبا عندنا مجموعة من الفيديوهات التوعوية لاخواننا سائقين مركبات. عندنا مجموعة من البوستات دائما تنزل على موقع مديرية المرور العامة على كل شعب العلاقات والاعلام ان كان في بغداد والمحافظات. يعني التوعية مستمرة حتى من وزارة الداخلية، من اعلام وزارة الداخلية ومن اعلام مديرية المرور العامة، حتى من منظمات المجتمع المدني كذلك في بعض الاحيان يتم نشر مجموعة من التوعية المرورية. لكن هنا دور المواطن يستقبل هذه التوعية له لا، يلتزم بالتعليمات له. هو اول ما يشوف الاعلان مثل ما نقول او يشوف الفيلم بعدين يسوي ديليت للذاكره ومن يطلع للشارع يرتكب هذه المخالفات المروريه. هنا هو دوره يجب ان يكون دوره مهم. هذا دور المواطن سائق المركبه مهم جدا. من تلتزم بالتعليمات والقوانين المروريه يا حتشوف الشارع منظم اكثر، يا حتشوف رجل المرور وياك صديقك، ما يحاسبك، ما يفرض عليك الغرامات المروريه اللي انت ترتكبها دائما. فلذلك مديريه المرور العامه لا، دور الاعلام احنا بدنا نشتغل شغل جدا يعني حتى على حتى على القنوات الفضائيه يوميا تقريبا لقاءات مستمره بهذا الخصوص لنشر التوعيه بشكل عام. نعم، إذا نتكلم عن بعض الإحصائيات. هل توجد إحصائيات عن نقدر نقول بهذه الفترة أو بفترات سابقة عن زيادة أو نقصان الزخم المروري؟ لا، احنا حاليا أحسن نعم. من سابقاتها. يعني من فتحة عندنا بعض المشاريع فك الاختناقات المرورية. نعم. لا، حققت انسيابية مرجوة من حركة السير والمرور. وإن شاء الله يعني كل ما ينفتح مشروع أكيد يقل عندنا الزخم المروري. كل ما يلتزم المواطن بالتعليمات والقوانين أكيد يقل عندنا الزخم المروري. كل ما التكنولوجيا الحديثة يعني انتشار الكاميرات، انتشار رادارات، انتشار الإشارات المرور الذكية اللي يتم تخصيص الزخم إلكترونيا في شوارعنا، هذه كلها تساعد. هنا دور بعض الوزارات كذلك احنا مهمة، مثل ما بداية حديثنا قلنا الأخوة في وزارة النقل، الأخوة في وزارة التجارة، تقنين أعداد المركبات بالشكل الصحيح واستيرادها بما يناسب أعداد السكان وما إلى ذلك. كل هذه الأمور
مهمه جدا حقيقه في امتصاص الزخم الموجود في شوارعنا. نعم. فتحنا موضوع الكاميرات يعني ليش ما اشوف شوارع بغداد الكاميرات السرعه اللي تاخذ غرامات على السرعه، يعني خاصه الشوارع العامه الرئيسيه. موجوده عندنا رادارات موجوده، رادارات موجوده في المناطق السريعه موجوده، يعني المناطق السريعه نعم، عندنا على سريع محمد القاسم كاميرات، عندنا على يعني سريع اليوسفيه الجديد كذلك كاميرات، عندنا على الطريق الدولي كاميرات. الطريق الدولي انا بصراحه رحت مره نعم. للشمال. نعم. وقفه مرور كانت بصراحه كلش جميله، يعني واحد يحكي حق الله بحيث يوقفون الناس. بس ترى اكو كاميرات تكون يعني لا احنا حتى عندنا لافتات على الطريق دائما يشاهدوها موجوده انه الطريق مراقب بالكاميرات والرادار على كل سائقي المركبات. يعني دائما احنا نقول وعلى بالاعلام نحكي ونسولف وننبه اخواننا سائقي المركبات انه يا اخي لا تعبر ال 120، هذا الطريق دولي خارجي، اقصى حد لك انه هي 120، لا تتجاوز هاي السرعه. لكن في بعض الاحيان بعض سائقي المركبات يخاطرون بحياتهم بحياه الاخرين ويرتكبون المخالفات الجنونيه اللي هي قياده مركبتهم بسرعه عاليه، وبالتالي يسبب لحادث مروري لا سامح الله، وخصوصا على هذه الطرق. هذه الطرق دائما تكون الحوادث بها مميته لا سامح الله من بعض اخواننا السائقين. نشوف احنا بالسوشيال ميديا، نشوفها انتم نشوفها، واحنا الطريق صار مبلط ومعبد بالشكل صحيح، وبالتالي اي المفروض هذه الخدمات التي تقدمها الدوله لسائقنا المركبين لسائقين المركبات. هنا هو دوره كسائق مركبه انه مثل ما نقول يكون ملتزم اكثر ويحافظ على سلامته وسلامه العائله. انا ما اعطيتك هاي الخدمه، انا ما اعطيتك حتى اجازه السياقه، انا من اعطيتك اجازه السياقه نبهتك انه انت تعرف بالقوانين والتعليمات المروريه اللي صدرت من هذه المديريه، وبالتالي ارتكابك للمخالفات المروريه هذا خليت انت بالاتفاق ما بينك وبين مديريه المرور العامه، وبالتالي فممكن انه تعرض نفسك للمحاسبه القانونيه، وممكن في بعض الاحيان نحجز المركبه. يعني هذا اللي الاجراءات اللي تتخذها مديريه المرور العامه بحق المخالفين. نعم. توجد بعض الالتزامات باجراءات السلامه داخل السياره، نذكر التزام بحزام الامان، هل هذا الشيء ترصده الكاميرا؟ هل هذا الشيء ايضا يتم المخالفه؟ وبعض الاجراءات الاخرى لربما مو كل السائقين طبعا مخالفه عدم ارتداء حزام الامان مذكور عندنا في نص القانون، قانون مرور رقم 8 سنه 2019 يتم رصده بالكاميرات. نعم. نصت عليها الماده 25 هي غرامه 50,000 دينار عدم ارتداء حزام الامان، مرصود بالكاميرات وكذلك مرصود من مفارز مديريه المرور العامه بهذا الخصوص. نعم. استاذ اكو يعني نريد نحكي شويه على موضوع الاجازه. نعم. اجازه السوق، انا هسه دا اسمع من هوايه ناس يقولون الاجازه صعبه، يعني صعبه دا ناخذها بالاختبار، يعني اكو رسوب. بصراحه هو حلو هذا الشيء، وهذا الشيء الصح 100%، بس خلال الاجازه انا اسال شنو اللي عندكم بعد؟ يعني هو بس الاجراءات يعني هو اللازمه والاختبار. بس بهذا الموضوع انا اسف، بس بهذا الموضوع ما نقدر نقدم اللي متقدم على الاجازه يتعلم يعني يسوي له امتحان بين شلون السياقه بهاي الطرق ايش قد، بهاي الفرعيه ايش قد تسوق، يعني امتحان يصير رسمي حال الامتحان القياده. والله هو عده اجراءات بهذا الموضوع حقيقه، لكن احنا عندنا في مديريه المرور العامه هسه اللي نعمل به حاليا انه اكو اختبار يسموه نظري واختبار عملي. بعد ما يبلغ الشخص 18 سنه هنا يروح يراجع دوائر الصحه، يستحصل على التقرير الطبي اللي يخوله قياده مركبه. بدورنا احنا كمديريه المرور العامه يجيب التقرير، يجي الى دوائر مديريه المرور العامه بعد ما يحجز حجز الكتروني ويراجع دوائرنا. من يراجع الدائره هنا عنده اختبارات، عنده اختبار نظري واختبار عملي. هذا الاختبارين هو اللي اهله انه يقود مركبه لا او لا. شلون؟ يعني مثلا عندي مجموعه من الاسئله الكترون، يعني حاسبه يقعد عليها، الحاسبه هي تلقائيا تعطي الاسئله 10 اسئله يجاوب عليهن، اذا جاوب عليهن هنا نجح نقول من الاختبار النظري، وراه يتحول الى الاختبار العملي اللي هو قياده مركبه، يقود مركبه رمبه يصعدها وينزل عده يعني خطوط، وهذه المركبه مرتبطه بحاسبه الكترونيه هي اللي تحدد مكان الاخطاء اللي خطا بها سائق المركبه. اذا حددت عليه عده اخطاء اكيد
يعتبر غير مؤهل لقياده المركبه بشوارعنا، وبالتالي عليه انه يعيد الاختبار وراء 24 ساعه. وهو هذا اللي تقريبا تعمل به كل الدول تقريبا، هو مجموعه من الاختبارات قبل ما تصدر له اجازه السياقه. وبالتالي فالمواطن سابقا وحد وهسه حاليا وحد. احنا سابقا ما كانت هذه الاجراءات، كانت الاجراءات بسيطه جدا، لكن حاليا لا، الاجراءات شويه مثل ما نقول اصعب بالحصول على اجازه السياقه من ناحيه الاختبارات. اما انت من ناحيه انه كدائره، لا، دائره تستقبل يعني المراجعين يعني تقريبا احنا يوميا 800 الى 1000 اكيد نستقبل المراجعين وباريحيه وما عندنا مشكله بهذا. نعم. اكيد، واحنا كان موضوعنا على الاختبارات. نعم. يعني اذا يعني انا اشوفه اذا سائق المركبه اللي يريد يحصل على اجازه، من يطلع اختبار ويا رجل المرور بالشارع ويشوفه بالاشارات بالطابقه، هذا مو يكون احسن للشارع عام بغداد؟ يعني ما يصير يعني يعرف السائق شلون يسوق بصوره صحيحه بدون مخالفات. طبعا هو اذا يطلع ياخذ اجازه بس هو حر بالشارع ويا رجل مرور ينطي له الاجازه الصحيحه يعني. هو انت كل ما تثقف نفسك مروريا قيادتك للمركبه حتكون احسن. احسن طبعا. الاشارات المروريه هي لغه الطريق اللي يستفاد منها سائق المركبه. يعني دائما هي الاشاره المروريه اما تكون مانعه يا اما تحذيريه يا اما ارشاديه، هذه الاشارات اللي تخليك تقود مركبتك بالشكل الصحيح وما ترتكب المخالفه المروريه اللي من خلالها تؤدي الى حوادث مروريه، ومن خلالها ممكن تحاسب من مفارز مديريه المرور العامه او من الكاميرات الذكيه اللي منتشره حاليا في شوارع العاصمه بغداد وبقيه المحافظات. هذه الاجراءات كلها اذا ثقفت نفسك مروريا يعني ممكن، هسه هي ماكو اسهل منها حاليا على الهاتف النقال. انت تقدر تدخل على موقع مديريه المرور العامه حتلقى مجموعه من الارشادات المروريه الكثيره اللي احنا دائما نخليها في موقع مديريه المرور العامه، تطلع عليها. وممكن حتى من خلال جوجل، من خلال يوتيوب، تدخل على هذه الامور، تقرا، تشوف، تعرف ما لك وما عليك. حتى من تقود مركبتك انت تقودها بشكل سليم وصحيح وما ترتكب الحوادث المروريه. نعم ان شاء الله. سياده العقيد، نتكلم عن دور النقل العام في تقليل الضغط في الشوارع وكيف يتم دعمه من قبلكم. يعني احنا النقل العام دائما نقول لاخواننا في وزاره النقل، لانه هم المسؤولين عن هذا الموضوع. يعني وزاره النقل اذا فعلت الباصات الصحيحه واللي تليق بالمواطن العراقي ومواقيتها بالشكل الصحيح ومساراتها بالشكل الصحيح، اكيد راح تخفف يعني تخفف من الزخم المروري الموجود، وخصوصا من الطلبه، من الموظفين. هذه الامور كلها تحل من خلال النقل الجماعي، وخصوصا احنا في بغداد يعني العاصمه مكتظه سكانها، وخصوصا في سنتر العاصمه بغداد. احنا دائما نقول يعني وزاره النقل لها الدور كبير في التخفيف من الزخم المروري في شوارعنا، شوارع العاصمه بغداد، بتوفير الباصات الحديثه، توفير المسارات الصحيحه لاصحاب هذه المركبات من والى. سابقا كان نعرف انه هذا الباص رقم 20 يمشي من هذا المسار، يطلع بهذا الوقت، يجي بهذا المكان، يفتر بهذا يعني هذه اذا تتذكرون، اذا نرجع سابقا لا كانت هذه الباصات، وكانت باصات حديثه ومكيفه، ودائما المواطن او الموظف يحب انه يركب هذا الباص، لان حيوصل دائرته بهذا المكان وينزل، واحسن ما يجيب سيارته أريح. ويتعذب، اريح له. وبالتالي فاحنا دائما احنا مع النقل الجماعي وتوفير يعني نقل مريح لكل اخواننا المواطنين بشكل عام. ان شاء الله. نعم. سؤال استاذ، هل صحيح الدراجه الهوائيه ان كان الحادث يعني المسبب صاحب السياره او غير المسبب فهو المخطط لصاحب الدراجه؟ لا مو صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لا بصراحه انا هيك نشاهد كثير من حوادث الدراجات. نعم. هذا المخطط يحدده ضابط المرور المسؤول عن رسم هذا المخطط. اكو اسبقيات، على ضوء الاسبقيات وعلى ضوء الاحداث الموجوده في الحادث يكون هناك نسبه لصاحب الدراجه ونسبه الى سائق المركبه، وبالتالي ممكن انه يكون صاحب الدراجه جاي عكس السير. هنا شلون راح تعطي احقيه في قياده دراجته؟ والمركبه
الدراجة تعامل معاملة المركبة في قانوننا قانون المرور. نعم سيادة العقيد، أخيرا رسالتكم للمواطنين للمساهمة في تقليل الزخم ولكل المشاهدين أكيد. يعني نتمنى لهم أولا السلامة، اثنين ابتعدوا عن كل المخالفات المرورية، كل المخالفات المرورية المؤدية إلى حوادث مرورية. دائما احنا نقول لإخواننا سائقي المركبات ابتعدوا عن المخالفات المرورية. إخوانكم رجال المرور لكم ولخدمتكم والتزامكم بالتعليمات والقوانين المرورية، هذا اللي ترجوه مديرية المرور العامة. نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة العقيد الحقوقي حيدر شاكر، مدير قسم الإعلام والعلاقات في مديرية المرور العامة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.